السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي من مطبخي. بما انه شهر رمضان راهو على الابواب، اليوم جيت وجبت لكم طريقتي في تحضير مركز الليمون. يعني من بين تحضيراتنا على رمضان نديرو ثاني مركز الليمون. هكذا كي يقرب رمضان نحضروه. ما كانش بيت جزائري اللي ما نلقاوش فيه المركز هذا تاع الليمون. هنا البنات عندي حوالي 2.5 كيلو هكذاك تاع الليمون اللي كنت يعني الحبات هكذا يكونوا متوسطين. كنت قشرتهم رابيت لهم، يعني ما قشرتهمش، رابيت لهم القشره هذيك الفوقانيه هكذا. وهذو الحبات اللي ما تقشروليش يعني خليتهم هكذاك. واللي ما عندهاش الميزان حوالي هنايا كاينه واحد 26 حبه هكذاك تاع ليمون تكون متوسطه الحجم. هنا كما راكم تشوفوا في قشر الليمون هذه هي الكميه اللي خرجتها لي، رابطها في الرقيق هذا كامل هكذا. وراح نزيد لها السكر. هي السكر البنات نديرو قيس كي نعصر القارص هذاك نوزنوه يعني الكميه نلقاوها تاع العصير نديروها السكر. ولكن انا ما كثرتش، درت حوالي 500 غرام هكذاك تاع السكر، ما يعادل بتقريب 2 كيسان هكذا يكونوا متوسطين. راني زدت لهم للقشور هذو ونبقى نحرك هكذا، ندخل كامل السكر هذاك مع القشور هذوما ونخليهم. انا خليتهم ليله كامله. نتوما تقدروا ديروه الا درتوه الصباح خطره على خطره هكذا، قلبوه باش يذوب السكر ويطلق الجو هذاك، القشور هذوك يطلقوا الجو تاعهم والبنه ثانيك مع اللون باش المركز تاعنا يخرج لنا هكذاك الصفار الشباب من القشور هذوما. القشور هما اللي يعطيو له اللون هذاك. هنا نجي نحيلو كامل هذه القشره البيضاء اللي راكم تشوفوا فيها، ما نخليوهاش، نحيوها كامل باش ما تطلقناش المروريه في القارص تاعنا. واللي تحب تعصروها هكذا تقسموا على جوج الحبات، تقسميها على جوج وتعصريها، يعني كل وحده كيفاش دير. انا قشرتهم كامل هكذا، نحيت لهم كامل القشره هذيك البيضه الفوقانيه كما راكم تشوفوا هكذا. ونجي نقطعها يعني الى هكذا دي غوندل شرائح. تشوفوا معايا هنا راني نحيت القشور هذوك على جهه باش نجي ونقطعها. شوفوا الطريقه يعني كيفاش نقطعهم ونحيلهم كامل العظمه هذيك اللي تجي لداخل من نحيوها كامل هكذا. دوك نوجد هذه اللي نقطعوا عليها الخضار كامل. ونبدا نقطع في الليمون تاعي شرائح هكذا، ونحي كامل العلفه هذيك ولا اللب اللي يجي لداخل. باش ثاني الحاجه الاولى البرا تاعنا ولا الروبو تاعنا اللي نميكسيو فيه ما يتكسرش. وحاجه ثانيه ثانيك انه باش بزاف وكاين اللي لا عطيتيه غير حبات هكذا. راني هنايا بديت نقي فيه العقد. يعني طريقه معروفه، ما كانش اللي ما تعرفش تنحي يعني دير المركز هذا. انا
برك حبيت نشارككم طريقتي كيفاش نحضرو هكذا. خليكم بنا نشوفو كيفاش كملت كامل الكمية ونرجع لكم. لانه كما على بالك راني درت يعني كميه كبيره تاع الليمون، دونك نحطو في حاجه تكون غامقه ونميكسيه بالبرا. وانتم تقدروا قلت لكم تقسموه على حبه على زوج وتعصروها كما انا ساعدتني هكذا، بما انه عندي كميه كبيره شويه 2.5 كيلو، فضلت انه يعني نرحيها بالبرا ميكسور خير. هكذا نفرغه ونرحيه. نرحيه كامل هكذا. هي من الاحسن البنات نديروا العصائر هذوما نديروهم في الدار خير ما نشريوهم برا. وفي رمضان نحاولوا انه يعني ناكلوا حاجه صحيه ونشربوا حاجه صحيه هكذا، باش يعني نستغلوا شهر رمضان للعباده ولصحتنا ثانيك. يعني نحاولوا الماكسيموم باش نجنبوا المواد اللي فيهم الماده الحافظه وليكولورون هذوك كامل. مركز ليمون يجي ما شاء الله، يعني تخدميه في الدار على بالك واش راك دايره فيه سواء عصير ولا هكذا. المركز هذا كاين تاع البرتقال وكاين تاع الليمون، تحضروا هكذا في الدار يجي نظيف خير وخير. هنا كنت رحيته كامل. راك نجيب القشور هذاك تاع الليمون اللي درت له السكر بعد ما خليته يعني تقريبا يعني نفس ما ذابليش كامل السكر، وانما يعني ذاب شويه هكذا. شوفوا وطلق الجو تاعو، يعني القشور هذوك طلقوا الماء تاعهم. هنا نجيب القشر هذو ونزيدهم للعصير تاعي ونزيد ميكسيه شويه باش نستفادوا ثانيك من القشور هذو.
هنا راني نخلط كامل السكر هذاك، نزيدوه ونميكسيو شويه. باش السكر ثاني هذاك ثاني يزيد يذوب كامل. وكميه السكر بنات تبقى اختياريه، كي تذوقوا العصير تاعكم تزيدوا له الماء، تقدروا تزيدوا السكر الا لقيتوه يعني ناقص. يعني من المستحسن يعني في البدايه ما تكثروش السكر. هذه هي. هاني ميكسيتو هكذا، ما نطولش يعني بزاف، جوست باش السكر هذاك يذوب لي شويه والقشور هذوك يتخلطوا لي مع العصير. هذا ما كان يعني ما نكثروش هكذا. انا بانت لي البنات الطريقه هذه يعني تاع الليمون انكم تقطعوه شرائح، ما راكمش رايحين تطولوه وما يعذبكمش بزاف، خاصه اللي ما عندهمش الحيه هذيك اللي تاع بالتريسيتي يعني. كي تكون هذيك اللي نرحيو بها القارص تكون يدويه يعني هكذا باليد، راح تتعبكم بزاف. مي هكذا بهذه الطريقه ماكمش رايحين تعياو، يعني ماكمش رايحين تتعبوا بزاف. هنا راح نصفي كامل القشور هذوك، الصفايه تكون رقيقه هكذا. والقشور هذو البنات تقدروا تحتفظوا بهم، ديروهم في الحلويات ولا يعني تستعملوهم من بعد. انا ما استعملتهمش في الاخر كامل، دوك تشوفوا كيفاش درت. كما تقدروا بعد ما تصفيوه ديروا القشور هذوك في بورتمونجي ولا وتخبيوه وتستعملوه. هنا البنات بعد ما صفيته كامل، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها تاع المركز. يجي فريمون ثقيل وبنين يعني ما شاء الله هكذا، يعني يخرجكم كميه لاباس بها. وشوفوا يعني اللون اللي يعطيه القشر هذوك كي نرابيوهم، عفوا كي نميكسيهم ونديروا لهم السكر راح يطلقوا لا كولور هذيك تاعهم. هنا انا استعملت هذو لي كوبلي تاع البلاستيك، الكؤوس هذوما يعني ما عمرتهمش بزاف، راكم تشوفوا يعني نقصت لهم شويه. نهز واحد هكذا كاس واحد ونديروه في لتر تاع الماء، نخلطوه يعني ونشربوه بصحة والهنا ان شاء الله. هذه هي الوصفة تاع ولا طريقتي في تحضير هذا المركز تاع الليمون. ثم ثاني تقدروا تقسموا الكمية هذه، نصها تخليوها هكذاك والنص الثاني تزيدوا لها ثانيك الليمون عفوا نعناع ثانيك ترابيوه يجيكم ما شاء الله. هنا القشور هذو انا كيفاش درت لهم، حنحطهم هكذا في حاجه ثانيك تكون غامقه ونزيد لهم شويه ماء هكذا، نزيد لهم شويه ماء نخليهم شويه ونصفيهم، نعاود نصفيهم وتحصلوا على هذا الجو ثانيك يجي يعني يجي قاصح ونشربوه. يعني هذا ما خبيتوش لانه زدت له الماء، اللي نخبيوه ما لازمش يكون فيه الماء هكذا. تقدروا تستهلكوه هكذا. والقشر هذوك خلاص ترميوهم، انا ما خبيتهمش. الا راكم حابين يعني تخبيوهم بيان سور ديريكتوم بعد ما ترحي يعني تقشروهم تخبيوهم. هذه هي كانت طريقتي البنات في تحضير مركز الليمون. ان شاء الله تجربوه وتعجبكم طريقتي. نقول لكم رمضان كريم، تصوموه بالصحه والهنا ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد، والى وصفه قادمه ان شاء الله. سلام.